مثلثه، فالخليه بقت هو فعلا بيحمي الخليه، بيدعم الخليه وبيكسرها. واهم حاجه لما اقول لك كلمه سليلوز اللي هو حاجه صلبه بتحمي الخليه تقول لي ده حاجه مثقبه. يعني ايه مثقبه؟ مفتوح في فتحات بتسمح ايه؟ المواد بتقدر تخش والمواد الغذائيه من بره تخش جوه، ولو في حاجه من جوه عايزه تطلع بره تطلع، صح ولا مش صح؟ كده الجدار الخلوي في حاجه اتخصصت. طب ماشي، قول لنا بسرعه لو تعرف تيجي هي والجروب اللي معاها وقول لها ان ده هبل. كده حد عنده مشكله في الجدار الخلوي؟ هل انا جيت مره كلمت حد في فلوس؟ هل انا جيت مره كلمت حد في فلوس؟ يعني ايه حد يجي ويقول لك لا اصل الفلوس ناقصه فيقول لك مش هو ما ناقصه؟ يرجعهمش هم على فكره دي ايه السبب؟ قال لهم ادفعوا الحصه الجايه عادي هم ما رضيوش يعمل لهم ايه اكتر من كده. يلا يا جماعه. ايوه وانا كنت واقفه. تاني حاجه هنتكلم عليها ايه؟ اسمها الغشاء مش من طريق الايه؟ الخلوي، او اسم تاني اسمه انتوا مقصود هنا عشان نبص مع بعض. يا عم معلش اقعد هنا الله يكرمك. اقعد هنا والله عادي. اقعد هنا معلش. اقعد هنا عشان ابقى باصص عليك. يا سلام. الغشاء الايه؟ البلازما. عرفت ان الجدار الخلوي حاجه موجوده فين؟ النبات ومش موجود فين؟ في الحيوان. تاني حاجه الغشاء الخلوي. ان كنا اتكلمنا في اللي فات على الحيطه فتعالى نتكلم على الايه؟ على الستاره. تمام؟ الجدار نفسه الحيطه مخرومه. بس هو اللي انا عايز اقوله لك ان ايه؟ الحيطه دي اصلا حاجه صلبه. هي حاجه صلبه، هي حاجه ناشفه. هو انا لما اعمل فيها خرم ايه اللي هيحصل؟ استيل لا زال في حيطه ولا مفيش حيطه؟ قفلت الحيطه مضبه ومفتاح وقلت والله ما هعمل ولا خرم ولا في حاجه هتعدي. ما الخليه هتعيش ازاي؟ الحاجات اللي هتخش الخليه دي هتخش ازاي؟ المواد اللازمه ان الخليه دي تعيش هتخش ازاي؟ طب والحاجات الفضلات اللي الخليه مش عايزاها تطلع ازاي؟ يبقى يا فرحتي عملت حيطه، هو فعلا حيطه لا هيدخل ولا يخرج، بس هو فعلا حيطه ناشفه. ايه اللي يمنع ان هو حيطه ناشفه وفيه صخور؟ لكنك ما عملتيش الاوضه بيبان. ده معنى الموضوع. تمام. تاني حاجه هنتكلم عليها حاجه اسمها الغشاء الخلوي او الغشاء البلازمي، وهو ده بيمثل الايه؟ الستاره. طب ان كان الجدار الخلوي موجود في النبات فقط، اما الغشاء الخلوي موجود فين؟ ستاره. موجود في الاثنين، موجود في الخلايا النباتيه والخلايا. طب بيكون من ايه؟ تعالى نرسم رسمه جميله ونتكلم عليها شويه. مش متعود اشرح في الصاله دي اصلا فحاسس بحاجه غريبه. كنت قبل كده في كرسي بحط عليه الحاجه على طول. خش اعملي لي لايك على الستوري. يا سلام. دلوقتي هنتكلم عن الغشاء الخلوي او الغشاء البلازمي. ليه سموه غشاء بلازمي؟ هو هنا كنا قلنا في ايه؟ ميه. طب ما ده غشاء بيحب مين؟ السيتوبلازم، يبقى اسمه الغشاء البلازمي. تمام؟ والغشاء الخلوي فعلا هو غشاء بتاع الخليه، يبقى اسمه غشاء الخليه. طب تعالى نتكلم الغشاء الخلوي ده بيتكون من ايه؟ هنا في الرسمه اللي قدامكم بالظبط في 3 مكونات. اول حاجه البتاعه دي والبتاعه دي هي طبقه واحده ولا طبقتين؟ هو اللي هي بتاعت اللونه والديل ده طبقتين. يبقى اول حاجه بتتكون من طبقتين من الفوسفو ليبيدات. وانا عندي هنا وقفه من الدرس الثاني عندكم في المنهج اللي هو الليبيدات. عرفتوا ان الليبيدات في منها ليبيدات بسيطه صح؟ وفي ليبيدات معقده. في حاجه شويه اسمها ليبيدات مشهوره. الفوسفو ليبيدات محسوبه على مين؟
الفوسفوليبيدات محسوبه على الليبيدات المعقده مش المشتقه. طب هو الليبيد العادي كان بيتكون من ايه؟ حمض دهني. انا مش عايز حد يقول حاجه، انا كنت بقول لكم كده بس عمال بشرب بقى ميه. الليبيد العادي بيتكون من حاجه اسمها 3 احماض دهنيه ومجموعه جليسرين. اما الفوسفوليبيدات اللي هو الليبيد الايه؟ المعقد. انت شايفها ولا اسحب الكرسي ورا؟ جيت متاخر ليه يا زلمه؟ تعالى هنا ما كنتش جاي يا مستر كنت سلام الف سلام عليكم. والله انا تعبان والله ما قادر اتكلم. الليبيدات المعقده هو نفس المكونات ده بس بدل 3 بقوا وجليسرين وكل حاجه، بس المجموعه الثالثه دي عوضوها بايه؟ بمجموعه فوسفات وحاجه اسمها كولين مالكوش دعوه بيها. جليسرول بلاتيني بالعربي اسمه جليسرين. تمام؟ طب ليش على واحده الله يستر. ما علينا. بيتكون من 2 احماض دهنيه ومجموعه فوسفات، عشان كده بقى اسمه ليبيد معقد، بقى اسمه ايه؟ مجموعه من الفوسفوليبيدات. حد عنده مشكله في النقطه دي لحد دلوقتي؟ يبقى اول مكون من مكونات الغشاء الخليه طبقتين من الفوسفوليبيدات. طب بتتكون من ايه بقى الفوسفوليبيدات دي؟ دي بيقولوا عليها راس، والبتاع ده بيقولوا عليه زين، وهو بيتكون من طبقتين من الفوسفوليبيدات السائله، وهنقول ليه سائله دلوقتي، حط علامه استفهام بس ما علينا. بيتكون من راس، والرؤوس دي هي حاجه اسمها رؤوس محبه للماء. طب ايه الكلام اللي انا بقوله محدش فاهم حاجه؟ هي دي الخليه صح؟ ده السيتوبلازم، ونفترض ان هو ده غشاء الخليه. ان شاء الله لما كلكم تبقوا دكاتره كبار كده هتعرفوا ان الخليه من جوه فيها ميه ومن حواليها فيها ميه، فيها ميه من بره وفيها ميه من جوه. طب لو احنا خدنا الجزء ده خدناه وكبرناه هنا، ايه اللي هيبقى بره ده ميه؟ هنا في ميه وهنا في ميه، والجزء ده هو ده الرسمه اللي انا فيها. يبقى هنا يبقى في ميه، هنا اللي هو هنا في ميه صح؟ يبقى الرؤوس دي محبه للماء ولا لا؟ طب الديد ده كده الديد ده مش جاي لا في الميه دي ولا في الميه اللي بره، فالزيوت بتحب الميه ولا لا؟ يبقى بيتكون من رؤوس. نعم، رؤوس محبه للماء والديل. حد عنده مشكله في النقطه دي؟ طب في بقى حاجتين لازم تعرفوها كويس. اول حاجه هنا في الجزئيه دي، ليه الرؤوس بتحب الميه؟ علشان فيها مجموعه والفوسفات بيحب. اما ليه الزيوت بتكره الميه؟ عشان فيها ايه؟ احماض دهنيه، فيها زيت. الزيت ازاي هيحب الميه؟ حد عنده مشكله في النقطه دي؟ طب في نقطه معينه انا ما قلتهاش